الأدارسة، الطريد المظفر. من موقعة فخ بالقرب من مكة المكرمة عام 786 للميلاد كان ميلاد الأدارسة، حيث جرت المعركة بين الجيش العباسي في مواجهة ثوار من العلويين بزعامة الحسين بن علي العابد، الذي كان معه من أبناء عمومته إدريس بن عبد الله بن الحسن، الذي نجا من المعركة رغم خسارتها ومقتل العابد. وخوفا من بطش العباسيين فر إدريس مع خادمه أمازيغي الأصل وكان اسمه راشد، وظلا متخفيين حتى بلغا مصر، في وقت كانت عيون العباسيين تلاحقهما، لأن إدريس كان مطلوبا حيا أو ميتا. ما حدا بإدريس الخروج من مصر بناء على نصيحة خادمه راشد إلى المغرب. وبحسب مصادر فإن عامل البريد من أعان إدريس على الخروج من مصر، بينما تذهب مصادر أخرى إلى أن والي مصر علي بن سليمان الهاشمي من أمن هربه. وبعد رحلة شاقة وصل إدريس بن عبد الله إلى برقة، وهو متخف في زي خشن يظهر فيه بمظهر غلام يخدم سيده راشد، فبات الخادم سيدا والسيد خادما، ثم سلكا طريقا بعيدا عن طريق إفريقية إمعانا في التخفي بعيدا عن عيون الدولة العباسية، حتى وصلا إلى تلمسان، وبعدها بلاد السوس الأدنى، ومن ثم طنجة، وأخيرا استقرا في مدينة وليلي بالقرب من مدينة مكناس. فما كان من الخادم رشيد إلا أن تواصل مع زعيم قبيلة أمازيغية هو إسحاق بن محمد بن عبد الحميد، زعيم قبيلة أوربة صاحبة النفوذ والسيطرة في وليلي، بهدف إكرام وفادة سيده. فلما اطمأن إليه إدريس عرفه بنسبه وأعلمه بسبب فراره من موطنه، فرحب إسحاق به وأنزله معه داره، وتولى القيام بشأنه شهورا عدة قبل أن يجمعه بإخوته وزعماء قبيلة أوربة الذين أعجبوا بعمله وحديثه وعلموا نسبه لآل البيت، فبايعوه بالخلافة في 14 من رمضان عام 172 للهجرة، أي في 15 من فبراير عام 788 للميلاد، ليخلع إسحاق بن عبد الحميد طاعة بني العباس بعد أن كان من ولاتهم، ويتنازل لإدريس الذي لم ينتظر كثيرا قبل أن يبدأ بدعوة القبائل المحيطة التي دخلت تحت حكمه واعترفت بسلطانه، وبات أميرا عليها. ولما استقرت الأمور لإدريس بن عبد الله، بات هدفه نشر الإسلام بين القبائل التي لا تزال على المجوسية أو اليهودية أو المسيحية، فأعد جيشا كبيرا زحف به نحو مدينة شالة قبالة مدينة الرباط فاستولى عليها، ثم سار جيشه إلى بلاد تامسنا وإقليم تاولة فأخضع كل أراضيها. وطالت حملات إدريس حتى القبائل التي كانت متحصنة بالجبال، ما أمن له فيما بعد الاستيلاء على سبتة وتلمسان وبناء مسجدها. حينها فزع الخليفة العباسي هارون الرشيد من نجاح إدريس بما فشل به هو وأبناء عمومته في أراضي الشرق من الخلافة العباسية، جراء دعم قبائل الأمازيغ له على غير ما كان يتوقعه العباسيون. ومع ورود الأنباء عن عزم إدريس بن عبد الله غزو تونس، جهز هارون الرشيد جيشا جرارا للزحف صوبه وردعه، إلا أن الرشيد وقع في محاذير وصعاب عدة، بينها التكلفة الهائلة لزحف الجيش من بغداد إلى المغرب حينها، وعدم قدرته الاعتماد على جيشه في تونس الذي كان هشا